السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صاحبة القصة بتقول: انا والمدرب في الجيم واللي عملوا معايا لايك واشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة كل يوم، بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. وهنبدأ القصة. صاحبة القصة بتقول: أنا بنت وحيدة بابا وماما، ما كانش عندهم إلا أنا، وتعلمت وخلصت تعليمي من الابتدائي لحد الجامعة، وبابا كان بيصرف عليا وكان مخليني أحسن واحدة في الكلية وفي الجامعة وفي الإعدادي والابتدائي. يعني مش قادرة أوصفكم اللي كان بابا بيعمله معايا، لأني أنا وحيدة بابا وكان عنده ثروة كتيرة جدا. بس للأسف بابا مات بدري، مات وسابلي كل حاجة، سابلي كل حاجة. أنا زي ما تقولوا يعني اتلهيت في الايه، في المال والملك اللي عندي اللي سابوه لي بابا والعماير وكل حاجة. والوقت خدني، ومش عايزة اقول لكم كملت 35 سنة وانا لسه متجوزتش. كنت شايفة نفسي وكل ما يجيني عرسان ارفض ومش عايزة اتجوز. لحد في يوم من الايام رحت الجيم، حسيت ان انا جسمي ملا كده، و يعني ايه، قلت لا ده انا كده لازم ايه اروح الجيم واعمل رياضة عشان اخد بالي من صحتي ومن جسمي ومن نفسي. مشيت الجيم. اول ما مشيت الجيم كنت بتدرب عادي كل يوم، وكنت بروح الجيم كل يوم. جيت في يوم من الايام دخلت الجيم، لقيت فيه مدرب جه جديد في الجيم، والمدرب ده كان عنده حوالي 22 سنة، يعني بقت يدربني في الجيم. انا اعجبت بصراحة بيه، حبيته مكذبش عليكم. اول ما حبيته يعني بس هو من ناحيته هو حاسه ما فيش اي حاجه، يعني مش بيبادلني نفس الشعور اللي انا ايه، اللي انا حاسه بيها ناحيته، وبتكلم معاه وكده بجراءه جيت في يوم من الايام وقلت له ايه، رحت انا جبت كل حاجه عندي في البيت، في حاجات الجيم كلها جبتها كاني فتحت جيم في ايه عندي. وقلت له ايه رايك، انا عايزاك، مش ممكن تيجي البيت تدربني في البيت؟ قال لي طب ازاي هدربك في البيت؟ هدربك على ايه في البيت؟ ما هي هنا كل حاجة موجودة في الجيم. قلت له انا عندي كل حاجة في البيت. قال لي معقولة؟ قلت له اه. يعني كل حاجة موجودة عندك؟ قلت له كل حاجة كأنك في الجيم. انا فعلا عملت مكان يعني كده في الجنينة، وظبطته وجبت فيه كل حاجة الجيم وحطيتها فيه، وقلت علشان ايه يجي بقى يدربني هنا. قال لي خلاص ماشي. قلت له حتى لو كل يوم ساعة. قال لي ماشي، انا هظبط الوقت وهجيلك. فعلا بقت يجيني المدرب كل يوم، كل يوم يجي يدرب فيا ويقول لي اعملي كده ومش عارف ايه. والمهم ايه، انا من كتر ما بحبه بصراحة بقيت زي ما بيقولوا بقيت اتلزق فيه، اتقرب منه جامد. بقيت يعني بدأت بقى قلت انا لازم ايه، لازم اشده ناحيتي واحسسه بيا واحسسه بحبي ومش عارف ايه والكلام ده. بدأت هو يدرب فيا، يعني مثلا ايه، اعمل اي صوت، اي كلمة كده ولا كده، اخليه يعني ينتبه، يلاحظ، مش عارفة ايه، لحد فعلا ما خلاص زي ما بيقولوا استوى على الهادي. اتقل على الرز لما يستوي. فعلا استوى على الهادي، خلاص نطق بقى. جيت قلت له على فكرة ايه، طيب ايه، هو بصراحة انا اكبر منه. اول ما قرب مني وكده حصل بينا كل حاجة، كل حاجة حصل بينا. عندي كمان في البيت والدتي كانت تخرج وتروح النادي، تروح تقابل اصحابها، تروح مش عارفة ايه،
المهم ايه، وانا وهو كنا بنبقى في البيت، حصل بيني وبينه كل حاجة. المدرب بتاع الجيم كملنا حوالي سنة واحنا مع بعض، وهو يدرب فيا ومعايا. وبعدين كده قلت له خلاص ايه رأيك تتجوزني؟ قال لي اتجوزك؟ قلت له اه. انا ابقى جه قال لي خلاص ماشي هشوف. جيت كان عندي سكان في العمارة، كان عندي عمارة سايبها لي بابا، كان عندي فيها سكان ما كانوش بيدفعوا ايجار، يعني زي ما تقولوا بيبلطجوا. فجه قال لي طب هاتي الاسماء بتاعتهم وكده واعملي لي توكيل، وانا ايه اخليهم لك يدفعوا ويظبطوا ومش عارفه ايه. المهم رحت عملت له توكيل، عملت له توكيل وايه، وفعلا ظبط السكان، والسكان انظبطوا ويعني وبقى يدفعوا الايجار كل شهر بشهره. وجيت في يوم من الايام لما ايه قلت خلاص انا هطلب منه الجواز، طالما ان هو ايه زي ما بيقولوا انا فعلا بحبه، هيقضيها سفلقه كده، كل حاجه بياخدها وكمان انا كل فلوس بيحتاجها بديها له. جيت قلت له خلاص، بقول له ايه رايك نتجوز؟ قال لي نتجوز؟ قلت له اه. قال لي طب هفكر. طيب فكر اسبوع في شهر ويجي عادي كل يوم ويحصل بينا ومش عارف ايه ويدربني وكده، وبعدين ويمشي عادي. وفي الاخر قلت له يعني ما ردتش عليا موضوع الجواز. قال لي ماشي هشوف. قلت له انت لسه لحد دلوقتي ما شفتش؟ قال لي لا يعني هظبط اموري واعدل حالي ومش عارف ايه واعدل نفسي والكلام ده. جيت بصيت لقيته اختفى، ارن عليه ما يردش، ابعت رسايل ما فيش رد، ما بيشوفش الرسايل. جيت رحت له الجيم بقى اللي هو ايه كان بيروحه، رحت له الجيم. قالوا لي على فكرة ده سافر. سافر؟ قالوا لي اه. سافر فين؟ قالوا لي ده سافر بقاله يومين. انا ساعتها سافر بقاله يومين، جيت ايه افتكرت ان انا كنت عامله له توكيل. طب فين التوكيل اللي انا عاملاه له وما قاليش اي حاجه وكده؟ وفي الاخر سافر وخد العماره مني، عمل العماره على اسمه، يعتبر بيع وشراء بالتوكيل اللي انا عاملاه له، وخد كل حاجه عندي وملط مني وراح مسافر. وانا قعدت ايه زي ما بيقولوا ايه امص في صوابعي، لا طولت فوق ولا طولت تحت. فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه. هل غلطتي انا ان انا فعلا جبته البيت وعملت له توكيل ووثقت فيه؟ بس انا فعلا حبيته، مش هكذب عليكم، انا فعلا حبيته. ودلوقتي خلاص خد كل حاجه عندي ومشي، وما عادش بيرد على تليفوناتي ولا بيعبرني ولا اي حاجه. يا ريت تقولولي دلوقتي اعمل ايه. لايك واشتراك ونفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة معلومة كل يوم، بتقدم حكايات وقصص حصرية، قصص لتوعية البنات والشباب، قصص من الأحداث اللي بتحصل يوميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.